بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. طبعا هذه وصفة للدايت سمسمية جدا راقية، بدون شكر، بدون دبس، بدون شيرة. عندنا هنا كوب من السمسم. ضروري حبايب تحمصوه أو تسهوه حسب التسميات على نار هادئة جدا إلى أن يصبح اللون أشقر. وعندنا أيضا هنا كوب من فستق العبيد، أيضا على نار هادئة جدا. نقلبه طبعا بدون دهون، بدون زيوت، بدون أي شيء، على نار هادئة إلى أن ياخذ أيضا لون جدا خفيف. يعني نريد اللون مالته يكون ذهبي، شقر خفيف. بعدها حبايب عندنا هنا كوب السمسم اللي حمصناه أو سهيناه بهذا الشكل، نريد هذا اللون المطلوب. بعدها نضيف فستق العبيد، أيضا يكون هذا اللون المطلوب. حبايب اللي وصل هنا رجاء لإنسانا من اللايك، واللي مشترك يشترك ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. عندنا هنا طبعا كوب أيضا من بذور اليقطين أو بذور القرع. طبعا هذه قليلة السعرات، وأيضا قليلة الدهون، وأيضا تكون مفيدة لأصحاب الدايت والسكر. نقلبهم بهذا الشكل، وبعدها نضيف ملعقتين كبيرة من حبوب الشوفان. طبعا هاي الشوفان طبعا مطاحني بدون طحن. ناخذ 2 ملعقة كبيرة، وأيضا نضيفها على المواد اللي ذكرناها. حبايب رجاء لا تنسون اللايك، لأن القناة محتاجة دعمكم. مثل ما جاي تلاحظون النشر مالته جدا قليل، لأن أمر ظروف صحية. هنا عندنا 4 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي. طبعا هذا العسل طبيعي حبايب، نضيفه بدل الدبس أو السكر. بعد ما ضفت العسل بديت أقلبهم بهذا الشكل. طبعا التقليب حسب الرغبة، ممكن تقلبوه بالملعقة أو بإيدكم حسب رغبتكم. ضروري تجانسوه بشكل جيد. طبعا حبايب هذه الوصفة طلبت من عندي يعني عدة متابعات، طلبوا وصفات للدايت، وإن شاء الله نلبي طلبهم. بعد ما جانسناه بهذا الشكل نحضر صينية أو قالب أو طاولة، نغلفه بورق الزبدة حتى لا يلتصق عندنا أقراص السمسمية. بعد ما غلفناه بهذا الشكل نستخدم القطاعة. طبعا القطاعة أو الحجم حسب رغبتكم، ممكن تستخدموا القطاعة أو القدح أو الكوب حسب رغبتكم، القياس أو النوعية المتوفر عندكم يرهم. بعدها نضيف قليل أو الكمية اللي نحب نضيفها داخل القطاعة، ونضغط عليها بشكل جيد ونرتبها بهذا الشكل مثل ما جاي تلاحظون. طبعا أنا راح أكمل كل الكمية بنفس الطريقة، وأرجع لكم حتى الفيديو لا يطول عليكم. بعد ما ضغطناه نحركه بشكل خفيف، وبعدها نرفع القطاعة. أصبحت عندنا الأقراص بهذا الشكل. طبعا إن شاء الله راح نقدم لكم الوصفات اللي طلبتوها، وما راح نتجاهل أي طلب، لكن مثل ما ذكرت لكم أمر ظروف صحية. بعد ما كملنا كل الأقراص بهذا الشكل دخلتها الفرن على درجة حرارة 150 بالرف الوسط، وتقريبا أخذت وياي من 10 دقائق إلى 15 دقيقة. وطبعا شغلت الفرن من الأعلى والأسفل، وهذه النتيجة أصبح عندنا هذا اللون شقار كلش خفيف. بعدها حبايب ضروري تتركوه يبرد تماما. بعد ما يبرد تماما راح تشاهدون الأقراص متماسكة. هذا بعد ما برد تماما. طبعا يتقدم مع الفنجان القهوة أو بوحدة بدون قهوة حسب رغبتكم.
طريقة تخزين الأقراص، ممكن تتركوها بعلبة وتغطوها للعلبة وتتركوها على الكاونتر أو داخل الكاونتر أو بالثلاجة حسب رغبتكم. وما أحكي لكم عن الطعم والقرمشة جدا راقية، وانتظرون بوصفات أخرى، ومع ألف سلامة.